كثير في حياتنا سمعنا ببيت مسكون، بعمارة مسكونة، بفندق مسكون، بحتة غير مأهولة بالسكان فيها جن، بصحراء فيها جن. لكن مدينة كاملة ومن أهم المناطق السياحية في السودان مسكونة. مدينة بتقع في الشمال الشرقي للسودان وتبعد حوالي 54 كيلو من مدينة بورسودان، وعلى ارتفاع 66 متر فوق سطح البحر. مدينة سواكن كثرت حوالينا القصص والشائعات. خلونا نشوف قصة شنو. بداية، مدينة سواكن من أعرق المدن في السودان، والمدينة القديمة في حد ذاتها مبنية فوق جزيرة مرجانية جميلة جدا بترجع نشأة المدينة في حد ذاتها لسنوات قبل الميلاد. لكن كثرت حوالينا الإشاعات بعد ما تحولت منازل القديمة لأطلال وآثار. خلونا نشوف جزء من القصص والشائعات الحاصلة فيها. أولا، عارفين تسمت مدينة سواكن بالاسم ده ليه؟ بترجع لمقولتين أساسيتين. الأولى إنه سيدنا سليمان رضي الله عنه كان بيسجن فيها الجن العاصي والمتمرد، وكان اسمها الأساسي سواجن، يعني جمع كلمة سجن. والمقولة الثانية إنها جاية من كلمة سواها الجن، يعني باللهجة السودانية بناها الجن، وتحرفت بعد ذلك لحد ما بقت سواكن. حسب كلام السكان المحليين إنه المنطقة في حد ذاتها مليئة بالجن، وهم متعايشين معهم ومتصالحين معهم جدا، وإنه الجن هناك بيتخذ شكلين أساسيين: الغربان والكدائس. الكدائس لغير الناطقين باللهجة السودانية هي القطط، فإحنا حنستخدم مصطلح كدائس. الكدائس بيكون لونها أسود، وهناك أول ما تجي غريب عاوز تسكن بيحذروك من الكدائس بالذات، ما تأذيها عشان ما تأذيك، لأنك في حالة إنك ما تعرضت لهم ما حيتعرضوا لك وما حيأذوك ولا حيجوا ناحيتك طالما أنت إنسان مسالم. يلا نحكي حبة من القصص اللي حصلت مع السكان المحليين. أول قصة معانا محكية على لسان جيران الضحية، لأنه صاحبة القصة في حد ذاتها ربنا يرحمها بتقول إنه كان في مرة تعبانة جدا ومرهقة جدا، كان حاصل لها أيا كان من الظروف اليوم ذاك، وجا راجل تشاكل معاها في غسيل الهدوم، والبيت وسخان وإلى آخره، وعمل معاه جوطة كبيرة جدا لدرجة إنه الجيران سمعوا المشكلة اللي حصلت دي. فراجل طلع زعلان وخلاها براها، وهي مع التعب ما قادرة تتحرك، فقام جاتها كديسة بقت بتتكلم معاها. المرة استجمعت قواها يعني كده وتجاوبت معاها، قالت لها يا أخي أنا بنظف لك وبظبط لك الوضع، لكن ما تحكي لي زول. فالكديسة فعلا قامت، وبصورة ما البيت في ثواني بقى بيلمع وكله والهدوم مغسلة وكل حاجة جاهزة. فراجل الضحية بعد فترة حس بأنه يعني شوية جعل المرة، فرجع يعتذر لها، والفترة ما كانت طالت. فلما جاء راجع لقى إنه البيت نظيف جدا وفي ثواني، واستحالة المرة دي بالتعب اللي كان ظاهر فيها ده تنجز الموضوع ده في الفترة الزمنية دي. فاستغرب، فقام سألها، قامت ما حكت له، لأنه الكنيسة مؤكدة لها إنه لو في زول عرف بالموضوع ده أنت ما حيحصل لك خير. لكن بعد فترة من الضغط بتاع راجيلها والكلام الكثير حكت له الحاصل إنه في كنيسة جات اتكلمت معاها واشتغلت لها شغل البيت. بعد فترة الراجل ما بين مصدق وما مصدق طلع لصلاة المغرب، ولما جاء راجع لقى المرأة مطبوحة من الأذان للأذان. والقصة الثانية بتحكيها واحدة من سكان سواكن برضو، بتقول إنه إحنا صغار كنا بنحب نمشي نصطاد سمك، فيومها فكرنا إنه إحنا بدل ما نمشي نلعب ونصطاد سمك ما نصطاد كديسة المرة دي، وكذا كده إحنا عاوزين نتسلى ونضيع زمن. فعملنا الطعم للكديسة في السنارة جدعناها، فجات كديسة أكلت الطعم والسنارة مسكت لها في خشمها، وإحنا بقينا جارين الكديسة، وإحنا في الزمن ذاك ما واعيين إنه إحنا بنعزف فيها، اللهم إحنا بنلعب وخلاص، فبقينا بنعزف فيها والكديسة بتصرخ من الألم. فإحنا بعد فترة مع صراخ الكديسة بقينا زي المشلولين فجأة كده، وبقينا ما قادرين نتحرك، وفجأة أغمى علينا. صحينا بعد فترة وبقينا على نفس الحالة دي، وإلا بعد كم شهر من العلاج والرقية الشرعية حتى قدرنا نرجع للحالة الطبيعية. القصة الثالثة بيحكيها واحد، وإنه القصة قديمة شوية، إنه كان متحرك بالقطار من سينار لبورسودان، نزل في محطة سواكن عشان يبدل القطار، وأثناء ما هو كان قاعد في المحطة مستني عشان يبدل القطار من سواكن لبورسودان، بقى لفترة وجيزة قاعد براو في المحطة، بقى سامع صوت بتاع مرة بتقول له أنت ماشي بورسودان، أنت ماشي بورسودان، أنت ماشي بورسودان. لما السؤال يتكرر 3 مرات اتلفت ما لقى حاجة، بيرجع بيتلفت تاني بيلقى ما في حاجة، عاين في الأرض لقى في كديسة ومعاها كديسة تانية صغيرة شكلها مولودة يا دوب. فقام مستوعب إنه الكديسة هي اللي بتتكلم معه، فقام عاين لها قال لها أيوة أنا ماشي بورسودان. فقالت له لما تصل بورسودان أمشي مطعم اسمه رامونة، بتلقى كديس كله أبيض إلا عنده أضان واحدة سوداء، قل له مرتك اتحلت بالسلامة. صاحبنا بالخلعة وعدم التصديق وفي نفس الوقت مستغرب، مثل بورسودان
مشي لنفس الأوصاف، دخل نفس المطعم، لقى كريس بنفس المواصفات دي، فقال له يا عزيزي مرتك اتحلت بالسلامة. الكريس ما اشتغل بيه وقبل الضوء ضنب وهز ضنب ومشى. صاحبنا لما خلص ومشى للكاشير داير يحاسب، قالوا له انه حسابك نفسه. قالوا له سواكن منطقة تاريخية ومنطقة مليئة بالآثار ومنطقة جميلة جدا، والمؤسف إنه ما مستغل الحاجات دي كلها. فلو أنت من سواكن أو بتعرف زول من سواكن منشنوا لنا. لو أنت حصلت لك قصة في سواكن أو بتعرف زول حصلت له قصة من سواكن خليه برضه يحكي لنا. ولو أنت حصلت لك قصة شخصية وعاوزة تتحكي أنا موجود في الخدمة. وما ننسى منصاتنا في اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك. شير، لايك، سبسكرايب. محمد البشر، ما وراء الستار. السلام عليكم.